السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطاير سهلة وبسيطة، وكمان هنشكلها كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهنحشيها بحشوة العجوة. طبعا مفيدة بقى للأولاد، مغذية جدا، قد إيه شكلها طري وحلو جدا. وقبل ما ندخل على الطريقة، ياريت تعملي لنا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة عندي هنا كوباية من الحليب الدافي بالشكل ده كده. هنزل كمان بكيس خميرة فورية. بعد كده عندي بقى هنا السكر، هنزل كده بمعلقتين من السكر، يعني معلقتين كبار، وهقلب بقى الحليب مع السكر مع الخميرة لحد طبعا ما ادوب السكر كويس والخميرة كمان تشتغل معانا. بعد كده بقى يا جماعة عندي هنا نص كيلو من الدقيق، 4 كوبايات من الدقيق، وهبدأ كده اقلب الاول بالمعلقة، وبعد كده بقى هشيل المعلقة وهعجن بايديا لحد كده ما الم العجينة بتاعتي كويس. بعد كده معايا هنا شوية من المية، يعني نزلت بحوالي كمان ربع كوباية من المية لحد طبعا ما العجينة بتاعتي تتلم. وطبعا كل دقيق عن التاني بيختلف. كده خلاص اتلمت معايا وبقت بالشكل ده كده اهو يا جماعة. نزلت بقى بيها على الرخامة، ومعايا هنا معلقتين من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. هحط كده الزبدة واعجن كويس بقى. طبعا هي هتقطع معاكي في الاول، لكن بعد كده هتتلم معايا بكل سهولة لما افضل اعجن فيها حوالي كده 10 دقايق. بيكون كده شكلها اهو يا جماعة بالشكل ده كده. شايفين طرية كده ومش بتلزق في الايد. بعد كده هحطها بقى في الطبق بتاعي واغطيها واسيبها بقى تخمر. على بال ما تخمر هنجهز العجوة بتاعتنا. بعد كده كان عندي هنا العجوة بتاعتي، هحط لها معلقتين كده من الزبدة بالشكل ده كده اهو يا جماعة، وهعجنها كويس. وبعد كده هكورها وحطيت لها كمان معلقة كاكاو خام وعجنتها بالشكل ده وكورتها كور بالشكل ده كده اهو. شايفين بقى؟ بعد كده بقى هنشوف العجينة بتاعتنا خلاص كانت اختمرت وتضاعف حجمها بالشكل ده كده. هخرج بقى منها الهواء وهنزل بيها على الرخامة، وهبدأ بقى اقطعها لقطع قد بعض. شايفين بقى كده بيكون حجم القطعة بتاعتنا بالشكل ده. خلصتها كلها بالشكل ده كده يا جماعة، وبغطيها برضو عشان وشها ما ينشفش. وباخد بقى اول قطعة بفردها كده على الرخامة، وبعد كده بحط العجوة بتاعتي وبقفل عليها كويس بالشكل ده كده اهو. شايفين بقى؟ بعد كده هعمل كمان واحدة معاكم. اخدت كده قطعة العجين ومش بفردها كويس، وبحط فيها الحشوة بتاعتنا اللي هي العجوة، وبقفل عليها كويس بالشكل ده كده اهو، وبلمها كده على شكل كرة. وطبعا بقى بخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. باخد كده اول واحدة انا عملتها وبفردها على شكل دايرة، وبعد كده بقطعها على 4 تربع بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وكل ربع بقطعه برضو على 2 زي البيتزا بالظبط بالشكل ده كده. وباخد بقى كل قطعتين وبلمهم بقى على بعض بالشكل ده كده اهو يا جماعة. وبتبيني كده العجوة بالشكل ده كده. وطبعا بقى بيكون عندي صينية مدهونة دهنة خفيفة كده من الزيت، وبرص بقى الفطاير بتاعتي بالشكل ده وبسيبها لحد ما خلصت كل الكمية بنفس الطريقة يا جماعة. بعد كده عندي هنا شوية من الحليب عليهم رشة نسكافيه، قلبتهم كويس مع بعض، وببدأ أدهن كده وش الفطاير بتاعتي. وش يعني العجين اللي باين ده بدهنه. وبعد كده عندي كمان شويه من السمسم ببدا ارشهم كده على الوش. وطبعا في الوقت ده الفرن بيكون شغال، بدخلها على درجه حراره 200، بشغل من تحت ومن فوق لحد ما تخرج معانا بالشكل ده كده يا جماعه. كده التسويه بتاعتنا حلوه جدا. واول ما تخرج من الفرن لازم بغطيها بفوط على طول علشان تبقى معايا طريه بالشكل ده كده. شايفين قد ايه حلوه وهشه وطريه، والحشوه كمان كانت حلوه جدا جدا. وينفع كمان نحطها، يعني نحطها بقى لاولادنا في اللانش بوكس. ولو عجبك الوصفه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.